لو نفسك تعملي جاتو شاتو ودايما بيبوظ منك وما بيظبطش معاكي خالص، ونفسك ان هو ينجح معاكي من اول مرة، فتابعي الفيديو ده للاخر علشان فيه كل الاسرار اللي هتخليه ناجح معاكي من اول مرة. طبعا مش محتاجة اقول لكم هو قد ايه روعة وقد ايه طعمه يجنن، ولعشاق الشوكولاتة بقى حاجة كده فوق الخيال. تابعي معايا الفيديو للاخر ان شاء الله هيفيدك كتير. وقبل ما ابدا الفيديو، انا اسماء طاهر، لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. ضروري انكم تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. ويلا بينا ندخل في وصفتنا القمر دي على طول. مكوناتنا هي كوب دقيق وكوب حليب واتنين بيضه ونص كوبايه من الكاكاو الخام ونص كوبايه من الزيت، زيت نباتي، ونص كوبايه من السكر، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. ويلا بينا على الخلاط وبكل سهولة هتعمليها. اول حاجة عندنا الخلاط بتاعنا، ضفت له اللبن او الحليب بتاعي والسكر. الحليب بتاعي كان دافي، وابتديت ان انا اضرب السكر مع الحليب علشان بس اتأكد ان هو داب تماما معانا، ودي اول حاجة علشان تضمني نجاحه، خاصة لو السكر بتاعك سكر تخين يعني حبيباته مش ناعمة. وبعد كده نزلت على اللبن والسكر بتاعي بعد ما داب، نزلت بالكاكاو على طول، وطبعا عديته على منخل، ضروري ان احنا نعديه على منخل. وبعدين ضربتهم مع الحليب والسكر لحد ما امتزجوا، بس كان سائل وانا بقى عايزه اتقل السائل ده واخليه زي صوص كده تقيل شويه. ابتديت الزيت بتاعي، نص كوبايه الزيت دي فتحت الفتحه اللي فوق في الخلاط دي ونزلت سرسوب سرسوب لحد ما القوام بتاعي تقل معايا بالشكل ده. وده تاني سر، لو ما عملناش كده وحطينا الزيت كله والمكونات كلها مع بعض، الخليط بتاعي هياخد حوالي كوباية او كوباية ونص من الزيت علشان يتقل معايا. اما احنا عايزين نقتصد شوية، فهي يدوب نص كوبايه من الزيت، كمان هو تقل معايا قبل ما اكمل نص كوبايه الزيت، بس انا حطيت الشويه اللي فاضوا برده مفيش مشكله، كان حوالي معلقه كبيره يعني. بعد الخليط ما تقل وشفتوه تقل ازاي، شلت منه حوالي نص كوبايه من الخليط التقيل اللي انا عملته ده، نص كوبايه فقط لا غير، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط. هركنها على جنب وهنبتدي في الخلاط نحط البيضتين بتوعنا بالشكل ده، وهنرجع تاني نضربهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الخليط بقى سائل بالشكل ده، وهبتدي ان انا بقى انزل بالمكونات الجافة بتاعتي اللي هي الدقيق والبيكنج باودر، وعلى منخل برضو. بعدين نقلبهم بقى، واحنا بنقلبهم ما نقلبش كتير، يدوب كده الدقيق يختفي معايا بحركة دائرية وفي اتجاه واحد، وخلاص كده تمام. الصينية بتاعتي دهنتها بالزيت بالشكل ده، وبعدين بنزل بالخليط بتاعي. بعد ما بنزل بيه بسويه بالشكل ده علشان كله يكون سوا واحد في الصينية على قدر الامكان. وبعود الشيش طاووق ببتدي اعمل حركات دائرية بس نطلع اي فقاعات، ونخبطه برضو خبطتين وندخله على الفرن رف اوسط درجة حرارة متوسطة. مشغلة الفرن قبليها ب10 دقايق قبل ما ادخل الصينية بتاعتي. خد معايا بالظبط 25 دقيقة، ممكن ياخد معاكي اكتر من كده دقايق او اقل من كده دقايق، ده حسب فرنك وحسب التسوية بتاعتك بتاعة الفرن يعني. طبعا بختبره قبل ما اطلعه من الفرن على طول، وبتاكد ان الاداه اللي انا حطيتها طلعت معايا نظيفه ما فيهاش اي حاجه، فكده خلاص استوى. بطلعه. هنا بقى ممكن تكتفي بيه جدا كده، ما تعمليش الخطوات اللي عاملها بعد كده. والصوص اللي انت شلتيه من البدايه، النص كوبايه اللي انت شلتيها من الخليط، تحطيها عليه من فوق وتمام قوي وكده جميل جدا. اما لو عايزه تدلعيه شويه كمان هتعملي اللي انا هعمله دلوقتي. عندي الكيك على بال بقى ما يبرد على جنب مع نفسه، هبتدي اعمل الخطوات التانية. هنا انا عاملة ايه؟ عاملة شوكولاتة وسيحتها مع لبن او حليب على حمام بخار، يعني قالب الشوكولاتة ضفت له حوالي ربع كوباية من الحليب، وبعدين رفعتهم على النار، بس طبعا تحتيه حلة تانية فيها مية يعني على حمام مائي، وابتديت ان انا اقلبه لحد ما ساح عندي بالشكل ده. وخلاص شلته سبته على جنب بقى يبرد. وهنا بعمل الكريم شانتيه او الكريمه بتاعتنا، طبعا عملتها معاكم كتير قبل كده، وخد معايا كوبايه من الكريم شانتيه. عملتها طبعا بالمضرب الكهربائي بالشكل المعتاد اللي متعودين عليه مني. فاكرين بقى الصوص اللي احنا خدنا منه ده؟
في البداية خالص هبتدي اخد منه حوالي كده معلقة كبيرة، ونحطها برضو على الكريم شانتيه بتاعنا او الكريمة بتاعتنا. وهناخد حوالي معلقتين كبار من الجناش اللي احنا عملنا لها الشوكولاتة باللبن اللي احنا سيحناها على حمام مائي، وهنبتدي ان احنا بقى نديهم تقليبة كده عشان يمتزجوا كلهم مع بعضهم. والكريمة كانت طعمها يجنن. هنا بقى خلاص بردت معايا، هبتدي ان انا اخرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسقيها بالحليب علشان تبقى طرية كده معانا وحلوة. هي مش هتبقى طرية او اللي هي يعني عجينة، لأ، هي هتبقى حلوة جدا وهتفرق معاكي جدا لما تسقيها بالحليب. ما تتنازليش عن الخطوة دي نهائي. وبعدين تاني حاجة بنحط بقى الكريمة اللي احنا عملناها مع بعض وبنسويها بالشكل ده بالسكريبر. ما عندكوش مسطرة نضيفة تعملوا بيها مفيش اي مشكلة خالص. سويناها بالشكل ده تماما، وبعدين دخلتها تمسك بس شوية. انا دخلتها على الفريزر، ممكن تحطوها في التلاجة بس لو مستعجلين الفريزر حوالي كده 10 دقايق وتطلعوها على طول تشد معاكم. وساعات ما بدخلهاش وبشتغل على طول كل الطبقات، بس عشان لسه مبتدئين ومفيش حاجة تبوظ معاكم اعملوا كده. هنا بقى باقي الجناش على باقي الصوص اللي احنا خدناه من البداية خالص حطيناهم على بعض هما الاتنين، وبعدين هننزل بيهم في الطبقة الأخيرة. ممكن نكتفي بالصوص بس هيبقى لما تيجي تقطعيه هيبقى سايح كده معاكي ومش مظبوط. اما الجناش بيديله اولا بيعزز الطعم جدا، وتاني حاجة بيخلي كل الطبقات كده باينة وماسكة في بعضها وكل حاجة واضحة. فلو بتركزي في التفاصيل هتعملي الجناش وتحطيه مش فارق معاكي، مش مهم خالص. بعد الخطوة بتاعة الجناش اللي حطيناها على الوش مع الصوص دخلتها برضو الفريزر تشد شوية وطلعتها بقى. اللي انا بعمله ده في النهاية ده نوتيلا، سيحتها برضو على بدون اي اضافات خالص على حمام مائي. سيحتها وابتديت بالشوكة بشكل عشوائي وحركات دائرية عشوائي تماما. ابتديت اعمل بالشوكة بالشكل اللي انتوا موضح ليكم، وطلعت معانا بالشكل الجميل قوي ده من غير اي حاجات ولا تعقيدات ولا افتكاسات ولا اي حاجة. كل حاجة سهلة وبسيطة معاكم، وان شاء الله هتنجح معاكم من اول مرة. واديت لكم اختيارات وقلت لكم البدائل اللي ممكن تعملوها، فزي ما تحبوا عايزين تعملوا ايه كل حاجة هتعملوها هتطلع ان شاء الله جميلة. عايزة اقول لكم ان القطعة دي تقطعيها كده وتقعدي بيها، يعني بصي سميها قطعة السعادة. فعلا بعملها وفعلا بتسعدني جدا. انتوا كمان اعملوها وجربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم قوي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.